السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي قوي. والنهاردة هنعمل مع بعض صينية أجنحة الفراخ بالخضار. والله الطريقة سهلة وبسيطة، والصينية وطعمها طلع حلو جدا جدا. اعمليها، ولادك لو مش بيحبوا الأجنحة هياكلوها، لو مش بيحبوا الخضار هياكلوه بالتتبيلة اللي احنا عملناها له دي. يعني صينية حلوة جدا، كاملة متكاملة، بروتين وخضار. والطريقة هتعجبك وإن شاء الله تجربيها. أول حاجة طبعا دي الأجنحة. أنا جايبة كيلو ونص، ونقعاه أكتر من 3 ساعات في ليمون وملح وخل، وشطفته كويس قوي طبعا، لأن لازم الأجنحة تتنضف كويس عشان بتبقى فيها سنة زفارة. وهنا هنعمل التتبيلة: معلقتين كبار زبادي، وملح وفلفل اسود، وكزبرة ناشفة، وبابريكا، زعتر، طبعا نص معلقة من كل حاجة. والملح طبعا اختياري، اظبطيه براحتك. ونص معلقة توم مفروم، وحطيت عصير ليمونتين، ودي شوية شطة صغيرين، مش عايزة تحطي بلاش. معلقتين مستردة كبار، وثلاث معالق كاتشب. وبتحطي شوية زيت، معلقتين 3 كده على التتبيلة. ودي بهارات فراخ وكاري. وبنقلب كويس قوي. وهنا خدت 3 معالق من التتبيلة دي على جنب، هنعرف بعد كده هنعمل بيها ايه. ونزلت بالأجنحة بتاعتي في التتبيلة، وهنقلبها كويس قوي. ونسيت اقول لكم ان انا في كل جناح عامله كام فتحه كده، عشان التتبيله طبعا تدخل جوه وطعمها يبقى في كل قطعه، فتحات كده بالسكينه. هنا قلبتها كويس، وهغطيها كويس، وهدخلها التلاجة. لو اكتر من ساعة يبقى حلو جدا. انا سبتها ساعة بالظبط. وهنا هجهز الخضار اللي هنعمل بيه الصينية. طبعا الكمية اختياري، انت بتحدديها. انا قطعت بطاطس شرايح مش سميكة قوي زي صينية البطاطس، لا ارفع شوية. قطعت بطاطس، وقطعت كوسة وجزر. انت عايزة تزودي اي حاجة براحتك، عايزة تزودي فاصوليا، بسلة، فلفل الوان. انا بس اكتفيت بالجزر والكوسة والبطاطس. قطعت كل الخضار بتاعي بالشكل ده. وهنا بصلاية متوسطة هقطعها شرايح بالطول، او اي تقطيعة انت تفضليها طبعا. وهتبلها. وقطيتين كمان، دول 3 حبات قوطة، قطعتهم برضو بالطول كده زي البصل. وفي صينية اللي هعمل فيها الوصفة بتاعتي نزلت بالبصل، وهحط عليه ملح وفلفل اسود، بتظبطي ملحك طبعا. وشوية كزبرة، برضو كزبرة في البطاطس برضو بيبقى طعمها حلو قوي. وهنقلب البصلة كويس قوي قوي بايدينا كده. هنتبلها كويس قوي. وبعدين هننزل عليها بالخضار اللي احنا مقطعينه: الطماطم والجزر والكوسة والبطاطس، ونقلبهم كويس. ودي معلقتين التتبيلة اللي كنت شايلاها من تتبيلة الأجنحة، هنزل بيها على الخضار. ومعلقتين التتبيلة دول بجد فرقوا قوي قوي في الصينية بتاعتي، يعني ادوا للخضار طعم حلو قوي. وهننزل بمعلقتين كبار زيت. كده الخضار بتاعي جاهز.
وزي ما قلت لكم الاجنحه انا سبتها في التتبيله حوالي ساعه في التلاجة. ودلوقتي هطلعها وهرصها فوق الخضار بالشكل ده. احاول اخلي الكميه كلها تبقى فوق الصينيه كده. هنرص الاجنحه كلها بالشكل ده، وباقي التتبيله برضو حطيتها عليها من فوق كده اللي فضلت في الطبق. وكده الصينيه بتاعتي جاهزه. هغلفها بورق فويل وهدخلها الفرن. انا دخلتها الفرن الرف اللي تحت، مش في النص، لا اللي تحت. قعدت بالظبط ساعة وربع. وبعد كده حطيتها تحت الشواية 5 دقايق بس خدت لون. هدخلها الفرن درجة حرارة طبعا عالية، وانا مولعة الفرن قبليها بشوية. وهنا هنعمل الرز. معلقة كبيرة زبدة وشوية زيت كده، وهننزل ببصلاية متخرطة صغير، وهننزل بنص معلقة توم. التوم مع البصل بيدي طعم حلو قوي قوي للرز البسمتي. انا هنا جايبه رز بسمتي اللي هو الاصفر مش الابيض. واللي حطيته دي معلقه بهارات كبسه مطحونه جاهزه، يعني مش قطع لومي وقرفه والكلام ده، لا مطحونه كل الحاجات دي مع بعض. انا قلت اجربها. حطيت معلقه كبيره، وحطيت كيس مرقه فوريه، وهنقلب كويس. وبعدين هضيف معلقة بابريكا وفلفل اسود، وهنقلب المكونات دي. وعايزة اقول لكم ريحة التوابل دي مع البصل مع الثوم حلوة جدا جدا، وادت طعم للرز فظيع. هنقلب بالشكل ده. انا بالظبط غسلة كوبايتين رز، غسلاهم ومصفياهم كويس. ما نقعتوش يا جماعة. الرز انا ما بفضلش انقعه، يعني بديله المعيار المية بتاعته وكفاية قوي. قلبت طبعا في التتبيلة دي شوية، وبعدين ضفت الرز. كوبايتين رز بسمتي مغسولين مش منقوعين ومتصفيين كويس، وهنقلبهم زي ما بنعمل الرز العادي. هنشوحهم شوية كده في البهارات الحلوة دي. وبعدين هحط 3 كوبايات مية. طبعا حطيت الملح بتاعي ظبطته. وبعدين هنضيف 3 كوبايات مية لكوبايتين الرز. كل كوباية رز بسمتي بتاخد بالظبط 1.5 كوباية مية. ده المعيار اللي بيطلع معايا دايما مظبوط. هنضيف المية ونقلب طبعا، ونسوي الرز سوا الرز العادي اللي بنعمله. اول ما يتشرب كده هنوطي عليه النار خالص ونغطيه. دي صينية الفراخ طلعت بعد ساعة وربع. خدت ساعة وربع في الفرن. لما طبعا لقيت الخضار كله استوى والأجنحة استوت. هي طبعا ما خدتش وقت خالص، لأن التتبيلة اللي عملتها لها طريتها قوي. الزبادي مع الكاتشب والمستردة، كل الحاجات دي طرت معايا الأجنحة، ما خدتش وقت خالص. دلوقتي أنا طلعتها. والصوص اللي تحت دوت الصلصة بالزيت بالعصارة بتاعت الخضار دي، انا بسقي بيها من فوق كده الاجنحة. طبعا هتديها طعم، وفي نفس الوقت لما ادخلها تحت الشواية هتتشوي كده وتاخد لون حلو، يعني طعم ولون. خدت تحت الشواية بالظبط 5 دقايق وطلعت بالشكل ده. الاجنحة طبعا مستوية والخضار مستوي جدا، والطعم حكاية بجد، وريحتها كانت قلب الدنيا. يعني زي ما بقول الأجنحة دي فعلا يعني مهدور حقها قوي معانا، بس احنا بنحاول نعملها بأشكال مختلفة. ولو جربتي الطريقة دي هتعجبك قوي. وجنبيها زي ما قلنا شوية رز أبيض، رز بشعرية، رز بسمتي، أي نوع انتي تفضليه. الصينية بتاعتي كده جاهزة. شكلها طبعا يشهي جدا،
والرز طالع بسم الله ما شاء الله، مفلفل مش معجن، وريحته وطعمه في منتهى الجمال. والله يا جماعة يعني الوصفة دي بجد جربوها، قيمة غذائية عالية جدا، خضار مع بروتين، يعني يعتبر وجبة كاملة متكاملة. وبكده خلصت وصفتنا. اتمنى تكون الطريقة بتاعتي عجبتكم، وان شاء الله تجربوها، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من مطبخ ام الدنيا.